يا نهار اسود يا جدعان، الراجل مات. يا نهار اسود. لا بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه، انتوا اللي قلت لي اخبطوا على دماغه بالتمثال. قال لك اخبطوا على دماغه يا غبي، يعني يغمى عليه مش تموته. انا مش هشيلها لوحدي، انا لو جبت في الموضوع ده هجيبكم كلكم. احمد شوف نبضه كده تاني. نبضه واقف. يا نهار اسود يا نهار اسود. قتلته يا غبي يا متخلف، قلت لكم انا ما كنتش قصدي. ايه ده، الحقوا صوابعه بتتحرك. الراجل نبضه واقف، معنى كده ان الراجل ده بيتحرك وهو ميت. مسا والاصدقاء، اهلا بيك في اوضتي المتواضعه وفي حلقه جديده من برنامج المحقق. حلقه النهارده حلقه مرعبه بالنسبه لناس كتيره بالاصدقاء، لاننا هنتكلم عن موضوع البني ادم بيفضل يهرب منه طول عمره. وجسوت الموضوع ده بالاصدقاء، هنتكلم النهارده عن الموت، او مش الموت بالظبط، بس خلينا نقول اننا هنتكلم عن اول 5 دقايق او 10 دقايق بعد الموت. وعشان تفهم اكتر الموضوع اللي انا هكلمك عليه النهارده، تخيل معايا يا ابو الاصدقاء الموقف التالي: انك في يوم من الايام تصحى كده تلاقي التليفون بتاعك عمال يرن كتير، فتقول مين الجاموسه اللي عمال يرن كتير على الصبح ده؟ حد يصحي حد بالرن ده كله؟ بس لما تبص في التليفون تلاقي ان مش رقم واحد اللي رن ده، تلاقي مجموعه ارقام انت مش مسجلها رن عليك، فانت مش فاهم في ايه. فاول ما التليفون يرن تاني تروح فاتح ورادد، ومن هنا القصه تتقلب 180 درجه. اول ما ترد على التليفون تلاقي ان في حد غريب بيقول لك الو محمد معايا، فتقول له اه انا محمد، فيقول لك البس بسرعه يا محمد وتعالى عشان عمك اتوفى، واحنا عمالين نرن عليك من بدري وانت ما بتردش، فاضطرينا نغسله وهنروح ندفنه دلوقتي. فانت تقول له انا جاي لكم حالا، وتلبس هدومك وتجري بالاصدقاء عشان تلحق الجنازه، بس الحمد لله توصل قبل ما يصلوا عليه. المهم انك تدخل الجامع تتوضى وتصلي عليه، وبعد كده تشيلوا النعش عشان تروح تدفنوه. بس المهم ابو الاصدقاء وانت شايل النعش كده حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل، مش عارف اجيبها لك ازاي يا ابو الاصدقاء، بس انت حاسس ان المتوفي الله يرحمه اللي هو عمك بيتحرك جوه النعش. فانت بتكدب نفسك وبتقول اكيد دي هلوسه عشان انا مش نايم كويس، بس برضه انت حاسس بحركه. يا نهار اسود يا جدعان، لا يكون الراجل ما ماتش وبيتحرك جوه. المهم انك تميل على الراجل اللي شال وراك النعش وتقول له انا حاسس بحركه، فتلاقي الراجل بيبرق لك وبيقول لك ايه ده، انا كمان حاسس بكده. نعم حاسس بكده؟ احي ايه الرعب ده؟ المهم ان بسبب برضه كام واحد شايلين النعش حسوا بكده، تحصل بلبله في الجنازه والجنازه تتقلب والكل يفتكر ان عمك لسه حي، فياخدوه ويجروا بيه على المستشفى. فهناك في المستشفى يبداوا يشيلوا الكفن من عليه ويلاقوا حاجه غريبه جدا، يلاقوا ان عمك ميت ابو الاصدقاء. نعم ايه العبط ده؟ امال مين اللي كان بيتحرك جوه؟ وتحلف لهم يا جدعان والله العظيم انا كنت حاسس انه بيتحرك جوه، وهم يحلفوا لك ان والله العظيم عمك ميت، وفي الاخر عمك يتكفن تاني ويدفن. طبعا انت كابو الاصدقاء لما تسمع قصه زي دي تقول لي شهاب انا اسف، الحاجات دي ما بتحصلش غير في الافلام الرعب. اقول لك خالص ابو الاصدقاء، القصه اللي انا حكيتها لك دي في قمه الواقعيه. يعني مثلا يوم 27 يوليو سنه 2021 تنتشر قصه عندنا هنا في مصر غريبه جدا. واحد اسمه احمد كان شغال صياد في البحيره. المهم ان الراجل ده في يوم من الايام جاله جلطه على المخ، فالجلطه دي خلته يقعد في المستشفى فتره طويله، وبسبب تضاعفات حصلت بعد الجلطه الراجل ده توفى في المستشفى، والدكاتره اكدوا وحتى لما دخل ثلاجه الموتى ان الراجل ده ميت تماما. المهم ان اهله من البحيره لما خدوه من المستشفى وراحوا يدفنوه وهم شايلين النعش، كل اللي شايلينه حسوا ان الراجل ده بيتحرك. يعني مش مثلا واحد اللي قال كده، ده كل اللي شايلينه قالوا حاسين بحركه جوه، لدرجه انهم افتكروا ان كل ده الراجل لسه عايش، فقاموا واخدينه وقاموا جريوا بقى على المستشفى. فلما وصلوا المستشفى وبداوا يشوفوه قالوا لهم يا جماعه انتوا بتهزروا ولا ايه؟ الراجل ميت، والناس تحلف ان الراجل اتحرك جوه النعش، الدكاتره مش مصدقه. بس في الاخر الراجل اتدفن والموضوع خلص. بس برضه ده يخلينا نسال ابو الاصدقاء، هو ممكن حد مات يتحرك؟ او مش بس يتحرك، هو ممكن يعمل اي حركه زي الناس اللي عايشه معانا دلوقتي؟ عشان تعرف ده لازم الاول تعرف هو يعني ايه موت اصلا. الموت هو بكل بساطه اللحظه اللي الجسم بيوقف فيها كل العمليات الحيويه اللي بتخليه يفضل عايش، زي التنفس او ان قلبك يوقف ضخ الدم لجسمك، لان العمليات الحيويه دي لو وقفت انت خلاص جسمك ما ينفعش يبقى عايش، نهايتك جت. اصلا تعيش من غير تنفس ازاي يا ابو الاصدقاء؟ ايه عندك خياشيم تعيش بيها؟ وخلي بالك برضو كل موته وليها مدتها، او بمعنى صح الوقت اللي بتاخده لحد ما تموت. يعني مثلا السكته القلبيه المفاجئه دي لما بتيجي الشخص بيموت خلال دقايق وكل اعضاء جسمه بتقف عن شغلها، على عكس مثلا الامراض الصعبه واللي يعتبر بتموت الانسان بالبطيء، واللي ممكن تموت اعضاء في جسم الانسان ويفضل عايش من غيرها بس مع الوقت هيموت. بس برضو كان عندي تساؤل ابو الاصدقاء، هو احنا لما هنيجي نموت هنحس بايه؟ لو ربنا اذن خلاص وجي ميعاد موتك محدش يقدر يقول لك الاحساس اللي هتحسه ساعتها. يعني هل مثلا الموت بيوجع ولا لا؟ هل الاحساس ده هقدر اتحمله ولا لا؟ كل ده احنا ما نعرفوش. انا مش عارف ايه اللي بقوله ده، تتحمله وما تتحملوش ايه؟ انت في الحالتين هتموت. بس في موتات يعني بتبقى مؤلمه وفي موتات يعني انت بتبقى عارف سهله، بس كل ده ما حدش يعرفه، لان باختصار ما فيش حد مات ورجع حكى لنا ايه اللي حصل له ساعتها او ايه الاحساس اللي حسه. بس على حسب كلام بعض الناس اللي مرت بمواقف خطيره جدا وكانت هتؤدي الى ان هم يموتوا، زي الناس اللي بيبقى قلبها بيقف وبيبقوا خلاص هيموتوا بس في اخر لحظه بننقذهم بالانعاش. الناس اللي حصل لها المواقف دي وصفت الموضوع
الموضوع ده بشعور غريب جدا. يعني في اللي قال انه حس ان في زي جسم تاني طلع من جسمه وطلع ناحيه السماء، وناس تانية قالت انهم شافوا شريط حياتهم بيتعرض قدام عينيهم في لحظات زي ما الفنان احمد مكي قال كده في اغنيه قطر الحياه. وناس تالتة قالت انهم بيبقوا منتبهين وسامعين جدا كل اللي بيحصل حواليهم حتى لو هم مش مفتحين عينيهم. ابو الاصدقاء انا مش باكد لك او بقول لك ان ده اللي بيحصل، انا ما متش قبل كده، انا بنقل لك كلام الناس اللي كانوا خلاص على حافه الموت، ناس كانت حياتها هتنتهي لولا ان ربنا ستر. المهم وما تشتمش يعني ان كل اللي احنا بنرغي فيه ده اصلا مش موضوعنا، احنا موضوعنا في اللي بيحصل ما بعد الموت مباشره، يعني تقريبا اول كام دقيقه بعد ما بتموت. هم دول بقى ايه اللي بيحصل فيهم؟ اللي بيحصل بعد الموت بالنسبه لينا ممكن نقسمه لحاجتين. اول حاجه حاجات طبيعيه جدا ممكن تكون اصلا انت عارفها، اما الحاجه الثانيه هي دي ابو الاصدقاء اللي هتفتح بقك لما تسمعها لانك هتتخض من اللي هتسمعه. المهم خلينا الاول كده نتكلم في الحاجات الطبيعيه. اول حاجه ان درجه حراره جسمك بتبدا تقل، وده بسبب ان الدوره الدمويه بتقف في جسمك، بتقل تقريبا كل ساعه 8 من 10 درجه مئويه لحد ما بتوصل درجه حراره جسمك لدرجه حراره الاوضه اللي انت موجود فيها. تاني حاجه ان لونك او لون جسمك بيبقى شاحب او تحس كده ان هو مبيض، ولو انت قلبك كان جابك وشفت ابو الاصدقاء جثه قبل كده، حد توفى يعني من عندكم وشفته بعد ما مات، هتلاقي ان وشه شاحب ومبيض جدا، وده بسبب ان الشعيرات الدمويه اللي تحت الجلد واللي بتخلي الدمويه موجوده في وشنا، والدمويه دي بتبان اكتر مثلا لما تتكسف تلاقي ان مثلا خدودك احمرت، هي دي بقى الشعيرات الدمويه دي. بقى لما ضربات قلبك بتقف وبتموت، الدم اللي موجود في جسمك ما بيقدرش يوصل للجلد، فبالتالي الشعيرات الدمويه ما بيوصلهاش دم، فبيحصل بقى شحوب الجلد ده، وتشوف كده الجثه الميته او الشخص الميت ان هو مبيض. تالت حاجه وهي المعروفه بالعاميه بتاعتنا، وهي ان الميت بيتخشب او ما يطلق عليه علميا ابو الاصدقاء بتيبس العضلات، ودي بقى بتبدا بعد حوالي ساعتين من وفاه الشخص. كل العضلات ابو الاصدقاء اللي موجوده في جسمنا بعد الموت بتترخى تماما، بتترخى ابو الاصدقاء لدرجه ان الشخص الميت ده لو في المثانه بتاعته اي بول او كان في يعني براز في الامعاء بيبدا ينزل بعد ما بيموت. انا اسف لو الحلقه بقت ريحتها وحشه، بس ده اللي بيحصل ابو الاصدقاء، يعني اعمل ايه؟ طب يا شاب معلش، طالما هي مترخيه زي ما انت بتقول كده، ازاي متخشبه؟ سؤال ذكي جدا، مش متعود منك على كده ابو الاصدقاء. بس خليني اشرح لك. الشخص قبل ما يموت ويكون بيحرك عضلاته عادي جدا، العضلات بتاعته بتكون مكونه من حاجه اسمها الحزم العضليه، والحزم العضليه دي الوحده الصغيره للعضله الكامله، يعني لو جمعنا حزمه مع حزمه مع حزمه هنعمل عضله كامله. وجوه الحزمه دي بيكون في حاجه اسمها ليفه عضليه، وجوه الليفه دي بقى في حاجه اسمها اللييفه العضليه. اللييفه دي بقى معلش انا عارف انت زهقت، حاول تجاريني. اللييفه الصغيره دي بقى بتكون جواها حاجه اسمها الخيوط البروتينيه والاكتين والميوسين، هم دول بقى قص الموضوع، لان دول المسؤولين عن انقباض وانبساط العضله. فلما الشخص بيبقى عايش الحاجات دي بتبقى عامله زي السمنه على العسل، بيتفاعلوا مع بعض عن طريق حاجه اسمها جزيئات الطاقه الاي تي بي. انما لما الشخص بيتوفى ما بيكونش فيه اكسجين داخل الجسم، فبالتالي ما بيكونش فيه جزيئات اي تي بي يخلي الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي تتفاعل مع بعض، فبالتالي بيحصل لهم زي ان هم بيتجمدوا، فالعضله ككل بتتجمد وبتاخد شكل الوضعيه اللي الميت مات عليها. مثلا يعني مثلا لو حد مات وفضل مثلا دراعه متني وقت طويل وحصل تجمد للحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، لو عدى وقت طويل بيبقى صعب جدا انك ترجع الراجل ده دراعه مظبوط، لان عضلاته اتجمدت او تيبست. التيبس بتاع العضلات ده بياخد من حوالي من ساعتين ل6 ساعات، وبيوصل لذروته خلال 12 ساعه، وده مثلا اللي بيستخدموه الطب الشرعي لما بيبقوا عايزين يعرفوا الجثه دي ماتت امتى. المشكله بالاصدقاء ان انا كل اللي قلته لك ده هو الطبيعي، انت ممكن تبقى عارف اغلبيه المعلومات دي، لكن برضو معلش في حاجات غريبه ممكن تحصل بالنسبه لنا، زي قصه احمد الصياد بتاع البحيره اللي انا قلت قصته في اول الحلقه، لما حسوا انه بيتحرك، ده مش واحد بس اللي حس، ده كذا واحد حس. طب ازاي يا شهاب هو اصلا في ميت بيتحرك؟ في حاجات غريبه ممكن تكون موجوده في الميت بعد ما يموت انت ما سمعتش عنها قبل كده. يعني مثلا الشخص لما يموت، وده ممكن يحصل لبعض الاشخاص او بعض الاشخاص لا، ان ممكن تفتكره لسه عايش. ابو الاصدقاء ركز معايا، الجزئيه دي اب نورمال وعايز اشرح. الشخص فعليا المفروض ان هو مات، روحه طلعت لربنا خلاص، لكن جسمه لسه شغال عادي جدا، وده بيكون لمده دقائق معدوده جدا بعد الموت. يعني مثلا على طول بعد الموت تحديدا في الدقائق الاولى خلايا المخ بتفضل شغاله لدقائق وثواني معدوده، وكأن الشخص لسه عايش ما ماتش، بس هو في الحقيقه ميت. ولو فاكر اللي انا بقوله ده غريب، في دراسه اتعملت سنه 2020 عملوها علماء الاعصاب في جامعه كولومبيا، وانتشرت في مجله ساينتفك ريبورتس. علماء الاعصاب قدموا في الدراسه دي دليل ان حاسه السمع هي اخر حاسه بتروح بعد ما الانسان بيموت، وده عن طريق انهم بداوا يتابعوا النشاط الكهربي في دماغ ناس بتحتضر، وقعدوا يشوفوا استجابات الدماغ للنغمات، ولو ان الانظمه السمعيه بتاعت الناس دول اللي هم بيحتضروا بتشتغل بنفس الطريقه اللي بتشتغل بيها الانظمه السمعيه بتاعت الانسان السليم اللي هو ما فيهوش حاجه. يعني ممكن يكون في واحد بيحتضر جنبك وخلاص بقى في اللحظات الاولى من موته ولسه بيسمعك. طبعا دي بالنسبه لك ممكن تبقى حاجه غريبه، لا يا حبيبي تعالى اقول لك الاغرب. الجماعه بتوع البحيره اللي احنا قلنا عليهم في اول الحلقه اللي حسوا ان احمد كان بيتحرك جوه النعش، هم ما كانوش بيتهيأ لهم ولا حاجه بالاصدقاء، هو فعلا ممكن احمد يكون اتحرك جوه النعش. ما اصل بص القصه بتاعت احمد دي ملهاش غير احتمالين ملهمش تالت، يا اما ان فعلا الناس دي كان بيتهيأ لهم
منهم، بس في الحاله دي المفروض واحد اللي يتهيأله مش كله، يا اما ان احمد الميت فعلا اتحرك. وبالمناسبه ده مش مستحيل انه يحصل وليها تفسير علمي. يعني انت ممكن تشوف واحد مات خلاص قدام عينك وصوابعه لسه بتتحرك. الرعب ده ازاي يعني يا شباب؟ بعد الموت على طول وقبل ما الجسم يتيبس او يخش في حاله التيبس اللي احنا شرحناه في نص الحلقه، العضلات بيبقى فيها مواد كيميائيه اللي احنا برضه قلنا عليها في اول الحلقه اللي اسمها الاي تي بي، اللي هي جزيئات الطاقه اللازمه عشان العضله تتحرك. اول لما بنموت جزيئات الاي تي بي دي بتبدا تدريجيا تخرج من الجسم، وطبعا الجزيئات دي عشان موجوده في العضله مش هتخرج على هيئه جزيئات، هتخرج على هيئه حركه، فهتاثر على الخيوط البروتينيه والاكتين والميوسين، فبالتالي ده بيترجم على هيئه مثلا رعشه بسيطه في الايد. او ممكن تشوف ان الميت كده بيقفل كف ايده، لدرجه ان الموضوع في بعض الاحيان ممكن يبقى غير ملحوظ، وفي احيان تانية ممكن يبقى ملحوظ جدا. وعلى فكره ده مش بيحصل مع كل الاشخاص اللي بتموت، في اشخاص بيحصل لها كده وفي اشخاص لا. ولو شايف ان ده برضه شيء مرعب، فاحب اقول لك ان زمان مثلا ايام التحنيط كانت الحركات اللي بتطلع من الميت كانت بتبقى مرعبه اكتر بكتير، لان عمليه التحنيط كانت بتخلي الغازات اللي بتنتج عن تحلل الجسم بتتحبس جواه، وعشان تتسرب الغازات دي وتخرج من الجسم كانت ممكن تؤدي الى ان الجسم يتحرك. تخيل تلاقي جثه ميته ومتحنطه من الاف السنين، وتلاقي الجثه بتلف لك راسها وبتشاور لك بدراعها تقطع الخلف فيها دي. لا ده خد الرعب دي بقى، انت ممكن يبقى واحد ميت قدامك وتلاقيه بيطلع صوت او تحس انه بيتنهك كده، والله ما بهزر ده بيحصل، وده بيكون بسبب الغازات اللي محبوسه في الجسم. فلو خرجت من جسم الميت وعدت على الاحبال الصوتيه ممكن تلاقي الميت بيطلع صوت عادي جدا. وبرضه دي لو حصلت قدامك هتقطع الخلف، لانها لو حصلت قدامي انا شخصيا هقطع الخلف. بس اللي انا عاوز اوصله لك من الحلقه ده والاصدقاء ان مش لحظه الموت الجسم كله بيموت، ممكن تبقى مت ولسه في اعضاء في جسمك شغاله عادي جدا. طبعا ده بيكون لثواني معدوده بس برضه بيحصل، لازم تبقى عارف. وان مهما رحت ومهما جيت ابو الاصدقاء فالموت علينا حق، ومفيش واحد فينا او في الدنيا دي كلها مش هيموت او مش هيجرب احساس الموت، سواء دلوقتي او بعد ملايين السنين من دلوقتي. دي حقيقه قايمه علينا كلنا كبشر، وعمرك ما هتحس باللحظه دي ولا هتلاقي حد يوصفها لك الا لما انت ابو الاصدقاء تمر بيها. انت لوحدك اللي هتمر بالتجربه دي ومحدش معاك، فجهز لها كويس ابو الاصدقاء. المهم ان ما تنساش تعمل لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وهتلاقي مصدر الكلام اللي قلته في الديسكريبشن، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.